الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقنا ولا اعتمادنا ولا اعتصامنا إلا بالله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وعظيمنا وإمامنا وأسوتنا محمدا رسول الله. أسمعون الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته. أوصيكم إخوة الإسلام ونفسي المخطئة المذنبة بتقوى الله عز وجل، وأحذركم وبال عصيانه، وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد، إخوة الإيمان والعقيدة، إخوة الهجرة في سبيل الله، إخوة النصر في هذا الزمان، فإن حديثنا اليوم هو عن خلق رفيع من أخلاق الإسلام الكريمة، وكل أخلاق الإسلام كريمة ورفيعة. حديثنا اليوم عن صفة جليلة لازمت النبي صلى الله عليه وسلم، من تحقق بها ارتاحت به نفسه، واطمأن قلبه، وانشرح صدره، وطاب بها عيشه. ومن لم يتحقق بها عاش كئيبا سلبيا حزينا أسيرا للهم والحزن، ضحية للعجز والكسل. حديثنا اليوم عن صفة تعطي المؤمن قوة وعزيمة، وتجعل الحياة في نظره جميلة، ويكفي فيها أنها أعجبت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قال فيها: ويعجبني الفأل. وفي رواية: وأحب الفأل. قال فيها: ويعجبني الفأل. نعم، قيل: يا رسول الله، وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة. وفي رواية: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. وفي سنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل ويكره الطيرة، أي كان يعجبه التفاؤل ويكره التشاؤم. قال الحافظ ابن حجر: إنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التفاؤل لما كان فيه حسن الظن بالله، ويكره التشاؤم لما كان فيه من سوء الظن بالله من غير سبب محقق. نعم، إذن نحن نتحدث عن الفأل الذي هو ثمرة من ثمرات حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ونحذر من التشاؤم الذي هو ثمرة من ثمرات سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، نعم، من أحسن الظن بالله تفاءل، ومن أساء الظن بالله تشاءم. ففي الحديث القدسي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. أيها الأخ المسلم، ماذا تظن بربك؟ أتظن أن ربك سيوفقك؟ إذن سيوفقك بإذن الله. أتظن أن ربك سينصرك؟ إذن سينصرك. أتظن أن ربك سينصرك؟ نعم، سيوفقك وسينصرك بإذن الله. أتظن أن ربك سيقضي لك دينك؟ إذن سيقضي لك دينك. أتظن أن ربك سيغفر ذنبك؟ إذن سيغفره بتوفيقه وبحسن ظنك به إن شاء الله. قال بعض العلماء: الأقدار ظنون، أي قدرك هو ظنك بربك، فإن أحسنت الظن بالله جمل قدرك، وإن أسأت الظن بالله ساء قدرك. نعم، عندما كنا في ثورتنا كان بعض الناس يقولون: هذا النظام لا يسقط أبدا، لأن الغرب يؤيده، ولأن تل أبيب تناصره.
لكن الراسخون في العلم وأصحاب حسن الظن بالله ورجال التفاؤل كانوا يقولون غير ذلك. نعم، كانوا متفائلين بزواله وقد زال بفضل الله سبحانه وتعالى. كانوا يرددون لو دامت لغيره ما وصلت له. أيها السادة، الفعل الحسن صفة لازمت رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل حياته وفي كل شأنه. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب اختيار الاسم الحسن ويبغض اختيار الاسم القبيح. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الأسماء: أحب الأسماء إلى الله سبحانه وتعالى عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. ولذلك عندما جاء رجل سأله عن اسمه قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما اسمك؟ قال: اسمي حزن. قال له عليه الصلاة والسلام: بل أنت سهل. لقد غير اسمه للنقيض، لأن الحزن فيه تشاؤم والسهل فيه تفاؤل. ومن الفعل الحسن أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التنعل في تنعله، أي في لبسه النعال، فكان يلبس اليمين أولا، وفي ترجله أي في تسريحة شعره، فكان يسرح شعره الأيمن ثم في شأنه كله. نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيمن في كل شأن في حياته. نعم، دعونا نسقط هذا على واقعنا اليوم. بعض الناس انتصار عظام ما زالوا متشائمين وما زالوا يحدثوننا عن التشاؤم. لا يحدثونك إلا من خلال نظرة سوداوية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لماذا؟ لأن قلوبهم لم تعرف حسن الظن بالله. وفي المقابل نجد من الناس من هم متفائلون ويرون كل شيء جميلا. لماذا؟ لأنهم يحسنون الظن بالله. بعضهم لا يرى واقع السورين إلا من خلال زاوية حادة ظلامية. وفي المقابل نجد بعض الناس من هم متفائلون ويرون كل شيء جميلا. لماذا؟ لأنهم يحسنون الظن بالله سبحانه وتعالى. بعضهم لا يرى واقع السورين إلا من خلال زاوية حادة ظلامية، ولا يتحدث إلا من خلال رؤية ظلامية. ومرة أخرى نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأخوة المسلمون، إن كانت نظرتنا إيجابية فستنهض بلدنا من جديد بإذن الله سبحانه وتعالى. نحن أبناء دولة الأمويين التي أسسها معاوية بن أبي سفيان كاتب الوحي في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن إرادته وعزيمته نستمد إرادتنا وعزيمتنا. نعم أيها السادة، لا تظن أن سيدنا معاوية لم تكن أمامه مشكلات. كانت لديه مشكلات في العراق، ومشكلات في خراسان، ومشكلات في الحجاز، وهكذا الكثير، لكنه جزأ المشكلات حتى بدأ بحلها بعزيمة ومضاء وهدوء وروية، الواحدة تلو الأخرى، حتى ترسخت الدولة ونجحت. وهذا ما تفعله دولتنا الفتية اليوم الصاعدة، وستنجح بعون الله وتوفيق الله بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا هذه النفوس التواقة، صاحبة القلوب القوية، صاحبة المبادرة التي تتجه وتبذل وتضحي في سبيل الله وخدمة دينها في بلدها. نعم، فهذا البلد بلدنا، ولن نعيده مرة أخرى، ولن نعيدها مرة أخرى لمن اغتصبه، ولن نسمح لمن سرقه في غرفة منا أن يستولي عليه مرة أخرى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما أمر، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى، ورضوان الله على الصحابة الكرام البررة. أوصيكم عباد الله ونفسي المخطئة المقصرة بتقوى الله، فإنها خير الزاد، وأدعوكم إلى التفاؤل، فإنه عبادة وحسن ظن بالله. وأحذركم من التشاؤم، فإنه إساءة برب العالمين. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. أيها المؤمنون، سوريا اليوم أرض مباركة ذات مكانة عظيمة
شهد لها التاريخ، وقد قيل عنها سوريا قلب العالم. من يستولي عليها يستولي على العالم. فلا تستهينوا بقدركم ولا ببلدكم ولا بثورتكم التي قمتم بها. نعم، نحن في مرحلة بناء، وما نبنيه اليوم بسواعد نظيفة سيكون أساسا لعهد جديد. نعم، اليد النظيفة هي أول طريقة للنهضة. والنبي عليه الصلاة والسلام مكث 13 عاما في مكة المكرمة يبني الفرد، ثم أقام الدولة في 10 سنين. فلنصبر ولنتفاءل ولنؤمن أن ما عند الله قادم، وأن النصر قريب، ولكنكم قوم تستعجلون. اللهم إني داع فأمنوا. اللهم إنا نسألك أن تملأ قلوبنا رجاء وثقة بك يا أرحم الراحمين. اللهم وأن تجعل التفاؤل نورا في طريقنا، وأن تثبت أقدامنا في دروب الخير والعمل والأمل. اللهم إنا نستبشر بوعدك، اللهم إنا نستبشر بوعدك ونستمسك برحمتك ونرجو نصرك وقربك، فارزقنا حسن الظن بك يا أرحم الراحمين، واجعلنا ممن قال فصدق وعمل فأخلص ورجا فنال يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بيد سوريا ووفقها للنهضة والاستقرار، واجعلنا ممن يعملون بإخلاص لرفعة أمتنا، وانصر أهلنا في كل مكان، وبارك لنا في ديننا ودنيانا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.